يا صباح الخير على اهل ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل طريقه بسكوت سهله وسريعه، مش هتاخد معاكي 10 دقايق بس وجهازي. اول حاجه معايا هنا 125 جرام من السكر البودره، 250 جرام من السمنه، ممكن تعملي بزبده عادي. عندي 375 جرام من الدقيق، ممكن يزيد وممكن يقل حسب نوع الدقيق معاكي. السمنه زي ما انت شايفه كده متلجه، طالعه من التلاجة، في نفس الوقت ايه يعني، لينه شويه. تمام. وعندي بضاية، عندي 2 فانيليا، وعندي ربع معلقة من البيكنج باودر. بمضرب بقى اليدوي، مضرب كهربائي، عجان، براحتك. انا هعملها بالمضرب اليدوي، بس هشيل بقى المضرب ده. هعمل بالسباتر الاول، هقلب السمنة مع الدقيق، سوري، مع السكر البودرة بالشكل ده، عشان طبعا ما تبهدليش الدنيا. وبعد كده لما تشرب السكر هقلب بالمضرب اليدوي بالشكل ده كده. مش تاخد معاكي 5 دقايق وتلاقيها ايه بقى، قوامها كريمي كده وناعمة بالشكل ده. في اتجاه واحد بقى كده بالشكل ده كده، هتلاقيها بقى قوامها كريمي وفتحت معاكي. حابة تعمليها في العجان او بالمضرب الكهربائي مفيش مشكلة. تمام. بعد كده هنزل عليها البضاية، طبعا البضاية بدرجة حرارة المطبخ، وعليها واحدة من الفانيليا بالشكل ده، كيسين الفانيليا قصدي، او ربع معلقة، او يعني لو عندك فانيليا سايلة برضو مفيش مشكلة. اقلب كده لحد ما البداية تروح، وبعد كده هنزل الدقيق. طبعا مش هنزل كل الدقيق برضو، علشان ممكن ما ينزلش، ما يعني ما اضطرش ان انا انزله كله، ما ارجعش بعد كده ازود مادة دهنية تانية. هجيب بقى 3/4 دقيق كده، وهنزله مع رشة الملح ومع ربع معلقة من البيكنج باودر. الكيس ده فيه حوالي ربع معلقة، اشوفها معاكم كده هوريها لكم. مكتريش لان مش عايزاه يعني عالي قوي. بصوا، معلقة صغيرة دي بتاعت الشاي، مش اللي هي بتاعت الاكل. وطبعا انا حاطه رشة ملح كده على الدقيق. هقلب برضو، هاجي اشيل بقى الاسباتيلا دي خالص، وهقلب بايدي عشان عايزه احس بملمس العجين محتاج دقيق تاني ولا لا. هو كده باين اللي هو مش محتاج، بس انا لما احط ايدي في العجينه هلاقي في سوائل فيها، هضطر انزل بقيت شويه الدقيق اللي موجودين. انا كده عجنت العجينه، وسبت فيها اخر معلقتين زي ما انت شفتي. هقسمها نصين، وهحط فيها بقيه العجينه زي ما انت شايفه كده، بقيه الدقيق. والنص التاني هحط فيه معلقتين كاكاو خام. لو لقيتي العجينة ناشفة معاكي شوية، ممكن تزوديها معلقة سمنة آم، متلجة كده من التلاجة، والعجينة هتلاقيها اتعجنت معاكي. جبت نص العجينة البيضة زي ما انتوا شايفين، وما بين كيسين كده هفردها معايا بالشكل ده. مش عايزة السمك بتاعها رفيع قوي، في نفس الوقت مش سميك قوي، زي ما انت شايفة كده، حوالي 2 ملي، بحيث ان العجينة لما تعلى معايا ما تعلاش قوي، لان طبعا لسه هحشيها شوكولاتة واحط عليها طبقة تانية. كده السمك بتاعها كويس. هجيب بقى القطعة الصغيرة دي زي ما انتوا شايفين، عملنا الفيديو اللي فات بسكوت البيمبو، وجبت لكم قطعة اللي هي قلت لكم عندي قطعات كتير، بس حابة اعمل معاكم بالكوباية، وقطعته بالكوباية ساعتها. طبعا دي عندي قطعات الاشكال دي احجامها كلها. ده اصغر مقاس، اللي هو المقاس زي قطعة الكحك كده. بصوا سمكها. حاولي بقى بالراحة كده، برفع حرف الكيس، وبعد كده بنزل، بشيل منها البسكوت على طول. مش تعرفي تتحكمي فيها، ممكن تجيبي سباتولا كده تكون سنها رفيع وتشيلي بيها عادي، بس هي البسكوتة ماسكة نفسها يعني مش متكسرة زي بسكوت البيمبو كده كان بيتكسر معايا، لا، دي مستحملة شوية
بس دي كسرت. هرجع اشيلها تاني واحط مكانها واحدة تانية. يعني طبعا البسكوتة بتاخد الوضع اللي انت حطاها عليه، سواء مكسورة بقى او كده. آه بصوا، خلصت الكمية الأولانية وبعد كده مسكت التانية زي ما انتوا شايفين. يعني نص العجينة البيضاء خدت الصاج ده، والشوكولاتة خدت الصاج ده. انا شكلته كده، وبعد كده هشيل بقى هقطع زي ما انتوا شايفين كده. الحتة اللي في النص دي هحطها في صينية تانية وهخبزها في صينية تانية. بقطعها عليه كده عشان عايزة احط البسكوتين على بعض، واحدة تكون بالشوكولاتة واحدة تكون بالفانيليا، والحشوة عايزاها تبقى باينة من النص. انا بقطع كده، وممكن بقى تشيلي بحرف السكينة كده الحتة اللي في النص. عايزة تسيبيها تسيبيها، مش مشكلة. هي كده كده لما تستوي هتعمل، بس الأمل ان انت تشيلها احسن، لان البسكوتة اللي زي دي تبقى ضعيفة شوية، علشان زي ما انت شايفة كده احنا واخدين نصها، فلما بتيجي تحركيها ممكن تتكسر معاكي. ممكن مثلا تعملي لو ما عندكيش القمع ده، ممكن تعملي بغطاء ازازة، غطاء ازازة المية عادي، تقطعيه يعني تنشفيه وتعملي بيها، تقطعي معاكي الحتة اللي في النص. هعمل بقى الشكل كله. انا كده بحطه في صينية تانية عشان القطعة الصغيرة ده تتخبز معايا وتبقى عاملة زي البسكوت الصغنن كده. ادي كده الكمية كلها بالشكل ده، كلها مقاس واحد وكلها قطعة واحدة زي ما انتوا شايفين. بصوا، هنيجي مع بعض بقى نخبزه على درجة حرارة 170. طلع بالشكل الجميل ده، كله لون واحد زي ما انت شايفة، ولا لزق ولا اي حاجة، واللون زي تحت بالظبط، وشه زي ظهره. ونفس الحكاية برضو اللي بالشوكولاتة. بصوا، بالراحة كده تطلعيه. انا استنيت ان هو لما هادي شوية بسيط، وبعد كده ابتديت ان انا احركه من مكانه بالشكل ده. عايزة بقى احشيه، ممكن تحشيه بالمربى، ممكن تحشيه بالشوكولاتة زي ما انا هعمل. دي شوكولاتة عادية خالص، عليها معلقة زيت واحدة بالشكل ده كده. بصوا، مفيش اسهل من كده. هتلاقي معاه عملتي طبق، احلى طبق صابليه اقتصادي يعني. بصي، بدون اي حاجه، حاجه بسيطه جدا هتدي شكل معاكي. ممكن بعد كده تقومي رشه سكر بودره بسيطه كده لو انت عايزه تزيني شكل الطبق. بس انا يعني انا حبيته كده، ان طبعا مش عايزه ازود يعني السكر بتاع البسكوت. هو سكره كده مظبوط بالشوكولاته اللي فيه، مش محتاج تزيين اصلا. هعمل بقى شويه كده على ظهرهم كده بالشكل ده، علشان اجيب بقى الشوكولاته واحط عليها كلها. ده كده اسرع طريقه للتزيين. انا جبت الشوكولاته دي مجمده، وحطيتها في الكيس، وحطيت عليها شويه زيت. حطيتها في ميه، ده يعني ميه سخنه بتغلي كده، وبعد كده فكت معايا زي ما انتوا شايفين. مش محتاجه ان انا احطها على حمام ميه ولا ميكروويف ولا الكلام ده. هي مجرد ما حطيتها في ميه سخنه كده لمده 3 4 دقايق فكت معايا. هشكل بقى كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مش اسهل من كده. هحطه في علبه محكمه الغلق، وتستخدميه للولاد بقى في اللانش بوكس الفطار. جايلك ضيوف على غفلة تقدمي لهم منه. حاجة بسيطة كده وشكلها حلو وسهلة، وفي نفس الوقت مش مكلفة خالص. ممكن تعمليها كل يوم على فكرة. كل الحكاية كلها يعني حوالي أزيد من ربع كيلو دقيق بشوية، وحوالي برضو كوباية سمنة برضو، وبداية واحدة هتعملي الجمال اللي انتوا شايفينه ده. وكل اللي انا احتاجته اقل من ربع كوباية شوكولاتة علشان احشي الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس مش عايز تحطي شوكولاتة، ممكن تحطي مربى، تبقى تحفة بالمربى. وعملناها قبل كده برضو،
بسكوت الصابليه برضو لما حطينا له زيت وزبده، قلت له كل هو اقتصادي جدا. بصوا الكميه ما شاء الله عامله ازاي. الكميه دي من 375 جرام، يعني حوالي اقل من نص كيلو دقيق. بصوا البسكوته بتتكسر لوحدها من كتر هشاشة البسكوتة ونعومتها، بتتكسر لوحدها. بصوا ما شاء الله، حتى اللي انا مشكلاه بايدي يمكن تكون يعني سميكة شوية عن اللي انا مشكلاه بالقطاعة، بس في نفس الوقت بصوا بتتكسر بسرعة. تعالوا نشوف البسكوتة بقى لما بتتكسر بقى بكل سهولة وهي فيها شوكولاتة. مش عايزة اكسر فيه بصراحة، بس اخسر اكسر البسكوتة. بس هوريكي دلوقتي واحدة من جوه عاملة ازاي. حاجة كده بسيطة وسهلة، يا رب تعجبكم. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.